السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الأخوات المحترمين، نطمن الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال. القصة ديالنا ديال اليوم واحد القصة غتكون العبرة ماشي الفرجة، باش نستافدوا جميع. بسم الله، توكلوا على الله. هذه واحد الأسرة يعني تتكون من أب وأم، عندهم 3 ديال البنيات وعندهم ولد. الولد هو الكبير هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأسرة هذه أسرة شعبية، يعني على قد الحال تعيشوا في حي شعبي، كاين واحد البريطمة ساكنين فيها كما تعرفوا الأحياء الشعبية. الأب كان على قد الحال، يعني يشتغل يعني كصانع، مدبدب مع الزمان، عيش وليداته، يعني المهم ما عندهمش وما خصهمش. هذاك الوليد كان تيقرا، يعني المهم الحياة ديال باه ما كملش القرايه، يعني وصل تقريبا للرابعه ولا هذاك، خرج مشى للسونتر تعلم واحد الحرفه، يعني ديال داك الامينيوم، تيصوبوا داك الشراجم البيبان، كنتو تعرفوا هذيك الحرفه ديال الامينيوم، تعلمها يعني الحرفه، قرا في السونتر، يعني ولا تيخدم من اللي خرج، ولا تيخدم مع شي واحد عنده محل ديال داكشي. الاب ديالهم مرض، توفى، ولا هو اللي مسؤول على الأسرة، على الأم وعلى الخواتات ديالو، إن كانوا صغار منه. مع الأيام بنيته بداو تيتزوجوا، تزوجت الأولى، تزوجت الثانية، تزوجت الثالثة، بقات معاه الأم ديالو. ولكن قبل ما غادي يتزوجوا هاد البنيات، هاد الولد هذا يعني ما تزوجش، بقى صابر بلا زواج حتى وصل تقريبا 38 40، يعني ما بين 39 40 38. علاش بقى صابر؟ باش خواتاتو يتزوجوا. علاش؟ لان الام ديالو كانت تقول لها ودي لا مشيتي تتزوجتي دابا وجبتي المراه هنا، خواتاتك راك تعرف يعني قباح شويه، راك ما غاديش تعيش هاني وداكشي. المهم صبر حتى جوج، خواتاتو تزوجوا، يعني الولد ولا بخير وعلى خير. ديك الحرفه ديالو دار محل ديالو هو، ولا معاه خدامه، يعني ولا لاباس عليه، شرا واحد السكينه ولا ساكن فيها هو والام ديالو. خواتات ديالو كما قلنا تزوجوا، وحيدة تزوجات يعني في الحومه عندهم تما مع شي واحد تعرفوا هو وداكشي، تزوج بوحده فيهم، والاخرين كل وحده فين مشات. كما قلنا الولد كبر في السن. في واحد النهار واحد الصديق ديالو قال له ودي علاش لي ما تزوجش دابا، يعني خواتاتك تزوجوا، خاصك تزوج. الام ديالو تي ولا تطرح عليه دائما وليدي خاصك تزوج، ما حد باقي في الحياه، بغيت نشوف وليداتك، بغيت نفرحت انا بهم، بغيت هادي. فعلا غادي يتزوج بواحد البنت شافها، يعني كان مشى يمكن خدم عندهم في الدار، صوب لهم شي حويجات تما، شي شراجم ولا شي بيبان. واحد البنت عجباتو تما، سول عليها. البنت تقريبا تبلغ في السن ديالها شي 30 عام، هو كما قلنا قرب ل40. دازت بعد الايام، الام ديالو مرضات، توفات، بقى هو والمراه ديالو تقريبا عامين او 3 سنين، المراه ما ولداتش. المهم هو مسك عليه الله بخير على خير، يعني المراه عايشه معاه ما خصها حتى خير، يعني دار لها السياره، دوز لها بيرمي، دار لها السياره ديالها،
الذهب ما خصها حتى شي حاجه، الكونط ديالها واقيلا ولا مشروك هو وياه يعني، ولا تقريبا كلشي بحال ما خصها حتى شي حاجه. الحاجه اللي حلت عليها فما تيعطى لها الدري مخلق ربي. في يوم من الايام الزوجه ديالو هو يتغوت على خواتاتو جوج، ديك اللي ساكنه قريبه لهم وشي وحده اخرى، خواتاتو جريو ما تجريو، خوكم راه ما عرفتو مالو. جاو فعلا للدار لقاو طايح ما تيتحرك ما والو، ميت. قالوا لها مالو، قالت لهم ما عرفت مالو، كان حس براسو ما عرفتو كيفاش تمشى. ما عليناش، داروا اللازم يعني الولد او الراجل دفنوه. بقات هي في الدار، ما دوزتش بعد الايام قليله ولات تطالب خواتاتو تتقول لهم خصنا نفرقوا الورث يعني باش انا نشوف اش غادي ندير. فعلا ولات هي اللي باغا داكشي. في يوم من الايام راجل اختها او راجل اختو، هذيك اللي قلت لكم تسكن حداه تقريبا حومه، كان بارك في واحد المقهى ومعاه واحد الصديق ديالو باركين، الصديق ديالو تا هو مجوج. واذا بتجي واحد مكالمه هاتفيه هو بارك حداه، بدا تيدوي تيضحك. سولو هو قال ليه شكون هادي؟ قال لي هادي الجمه ديالي يعني صاحبتي. وبدا يعاود ليه عليها، قال لي وداد خيتي راه لاباس عليها، كانت مجوجه بواحد خينا لاباس عليه، عندهم عمل ديالو محل ديال تيصوب داكشي ديال الالومنيوم، عنده السكنه ديالو، قال كل شيء على الكونت ديالو في البنك كانت معاه داكشي يعني عايش معاه دابا. انا قال ليه بخير يعني، قال لي واش غتزوج به حيت هو مجوج؟ قال لي وداش نتزوج به انا راه متزوج عندي ولادي يعني، المهم تنبروفيتي فيها وداكشي. بداك تضحك معاه، بغا يبدا يفوح عليه، قال لي راه زوينه وهادي، هو وراه الصوره ديالها. الراجل هو يقفز، بقى تيحقق في الصوره، تيلقى الصوره ديال خو مرتو، ديال لقى الصوره ديال خت او المراه ديال خو مرتو هو، لان كما قلت هو مجوج بخت هذاك اللي توفى. هذا الراجل ديالها شاف الصوره يعني عرف المراه بانها المراه ديالو، هذا خوها اللي توفاها. كيفاش هو يبقى تيسليه في لسانو، بقى تيعاود ليه عليها، تنمشي انا وياها تنديرو تنفعلو داكو، عايش معاه بخير ولا باس عليها، مشي معانا في السياره ديالها تنمشيو هنا تنقصرو هنا تنديرو، وبقى عتيشو. فعلا بقى بارك معاه حتى سالت ديك الجلسه ديالو، ودعو شاب حالو جاي مصدوم، جا عند اختو عند مرتو هي خو هذاك المرحوم. قال له ودي غنقول لك شي كلام ولكن تبتي راسك. قالت لها اش داكشي؟ قال لها مرت خوك راه مصاحبه مع واحد، ولكن راني دخلني الشك في هادشي هذا. الدريه تصدمت، واش بصح هادشي؟ واش تكذب؟ واش عندك كون شكيتي تكون عشبات ليك كون؟ قال لا، قال انا شفت الصوره ديالها وكنت بارك مع الصاحب ديالها وداكشي. البنت دخلها الشك، بغات تاكد. دريه ذكيه اخت المرحوم اش دارت؟ بغات باش تاكد، مشات واحد المره عندها للدار، دخلات بركت معها تيهضروا تيتكلموا. الاخرى مشات الكوزينه تتشغل، هزت لها البورطابل ديالها. المهم قبل ما تهز البورطابل
اش دارت لها؟ قالت لها شوفي راني نسيت البورطابل ديالي، عافاك حلي لي البورطابل، باغي ندير شي مكالمه نتكلم مع اختي. لا ما كاين حتى مشكل. حلت لها البورطابل، عطاتو ليها، مشات هي لكوزيناتي، خلاتها زعما باش تدوي على الخاطر ديالها. بدات تتقلب البورطابل، اذا تتلقى شي تعاليق تما كيفاش تتكلم مع هذاك الصديق ديالها، وشافت التصاور ديالهم وداك الشيء. صافي بقات قدرت تصبر، ضربتها بالسلات، دات البورطابل وزادت. عودت على الراجل ديالها، تلاقات هي وهي، قالت لي شوف داك الكلام اللي قلتي راه صحيح، شوف واش هذا هو صاحبك اللي قلتي كان بارك معاه في القهوه. قال لها هو هذا. قالت له اقرا هادشي. بداو تيقراو في التعاليق، واذا بهم تيلقاو مكالمات، يعني داكشي مسجل بيناتهم، وداكشي تعليق رسائل تتقول ليه صافي راه تهنيت منه، صافي تهنينا. تيتكلموا على الرجل اللي مات. هذاك الكلام تيثبت بانهم كانوا متفقين عليه بجوج باش يحيدوه من الطريق. صافي ما بقاوش قدروا يتحملوا، ديريكت مشاو بلغوا البوليس. اش هذا ماذا؟ عطاهم هذاك البورطابل، يعني سمعوا داك الكلام. يعني البوليس يعني داروا المسائل ديالهم القانونيه باش خصهم يمشيو لها للدار، لان ما يمكنش بحال هذا الموقف، خصهم ضروري خصهم يمشيو لها باش فعلا داكشي اللي كان خادوا الاذن. يمكن ما عنده كاين الملك ولا ما عنده مسؤولين ديالهم كبار. مشاو بوليس، مشاو لها للدار، جابوها، لان ما تسناوش باش يستدعوها وتجي على الخاطر ديالها. يخافوا يعني تقدر تكون شكات من اللي مشى لها البورطابل، ولا لان قلبات على خطر راجلها لقاتها طارت. مشاو ليها جابوها، بداو تيبحثوا فيها، اعترفت بان فعلا اتفقت عليه هي وصاحبها، داروا لي شي سم، دارت لي شي حاجه يعني صفاتها ليه. شوفوا بنادم فين وصل في هذا الوقت. هذا الراجل ديالها ومدوزه معاه 3 سنين، ملي سولوها علاش وشنو السبب واش هذا، اش قالت لهم باش تبرأ راسها؟ قالت لهم اودي دابا انا كنت مجوجه معاه 3 سنين وما والداش معاه، ولا تيهددني بانه باغي يتزوج عليا لانني ما تنولدش وباغي وليدات، وهادي هذا هو الدافع اللي خلاني باش ننتقم منه باش ما يتزوجش عليا. واتفقت عليه، وهي كانت تخونو، لان هذا اللي كانت مصاحبه معه كان صديق ديالها قبل ما تتزوج. يعني واخا كانت مجوجه بالجوج ديالها التوفى، كانت تخونو مع هذا. فعلا غادي يمشيو ليه تا هو، غادي يشدوه بجوج اللي مشاو هاد التهمه هادي ديال الضحيه اللي توفى. شي باش قلت لكم القصه ماشي للفرجه، للعبره. شوف بنادم فين وصلاتو، راجلها وما خصها حتى خير معاه. لا السياره دار لها الذهب، اللبس اللي حلت عليه فما تلقاه الكونت في البنك، ما خصها حتى خير. ولكن كانت تخونو، ووصلت بها الوقعه باش تحيدو من الطريق، لان اتفقت مع صاحبه باش يحيدوه باش يعيشوا احرار ويتبرعوا بدوك الفلوس ديالو هو. ولكن ربي كبير، يمهل ولا يهمل. اخوان ديالي، خوات ديالي، طلب الله سبحانه وتعالى تكون عجبتكم هذه القصه. كما قلت قصه للعبره ماشي للفرجه. ونودعكم حتى القصه اخرى ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو في القناه، فعلوا الجرس باش ان شاء الله نبقاو دائما
على الاتصال، وتبقى ديما يوصلكم الجديد ديال الحداوي شو. السلام عليكم.